السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. حيافة الخيل أو حوافة الخيل لا يتقنها عند العرب إلا الشخص الشجاع المتمرس، لأن الخيل الأصايل القديمة يحرصون عليها ويحطون لها سلاسل ويشيعون لها في الأرض، وربما يكون لها أقفال بمفاتيح. هذا أحد لصوص الخيل، يقطع الفيافي ماشي حافي القدمين، والزاد اللي معاه خفيف والما خفيف حتى لا يثقل عليه في المشي. للأكل ياخذ معاه مثل الجراب صغير، وياخذ معاه قربة ماء صغيرة بحجم الكف، ومعها خيط رفيع وطويل. الخيط الرفيع الطويل حتى إذا ورد أحد الآبار يعبي قربته بهالخيط هذا ويسحبه ويصير خفيف من قلوية. صاحبنا الحواف له هدف، والهدف فرس أصيلة عند أحد شيوخ البادية، ولكن الوصول لها صعب جدا. طبعا نسينا لا نتكلم عن ملابس الحواف، يختار الألوان الداكنة اللي ما تبين مع تضاريس الأرض. المهم وصل الحواف إلى الهدف المنشود، وقاعد يراقب بيت الشيخ إلى أن غابت الشمس وطلع الشيخ راح لأحد أقاربه ربما عزيمة. لما ازدادت الظلمة قام يقرب الحواف حتى يكون الحدث تحت السيطرة. وجد المرأة حطت لبن لزوجها وردت. بعد ما ردت المرأة في وقت قليل لمح الحواف هذا الداب يتسلل إلى طاسة اللبن وشرب منها. رجع صاحب البيت بعد ما تعلل عند أصحابه، يوم جاي يشرب اللبن على العادة صاح عليه الحواف: لا تشرب الحليب، لا تشرب الحليب. انذهل صاحب البيت من الرجال هذا، قال له: أنت من أنت وش جايب؟ قال: لا تشرب الحليب وولع النار وعلمك مننا وش جاي له. سمع كلام الشيخ هذا وولع النار ووراه جرة الداب اللي شرب من الطاسة هذه، وقال له: أنا فلان وهذه قصتي وهذه قصتي. قال له: بما أنك أنقذت حياتي، أنت ضيفي الليلة، والفرس اللي أنت جاي تسرقها هذه هبة لك. زبدة الموضوع يا أخوان، اللصوصية ما تمنع من فعل الخير، ومنا إلى لصوص العالم. والسلام عليكم.